هو انا امتى اقرر ان انا اسيب الشركه اللي انا شغال فيها؟ انا هنا مش هتكلم عن الشغلانه او الشركه نفسها على قد ما هتكلم على الكارير برسبكتيف. يعني مش هتكلم عن الفاينانشالز طبعا، في الاول وفي الاخر لو الفاينانشال جين اللي انت بتجيبه من الشركه ديت مش مناسب ليك اكيد مش هتكمل فيها. الفيصل الاساسي اللي انت تبدا تقرر من كارير برسبكتيف ان انت تسيب الشركه دي وتروح لشركه تانية هو الليرنينج. لو انت حاسس ان انت في الشركه ديت ما بقتش بتتطور بشكل كبير، او ما بقتش ان انت بتعمل الحاجات اللي المفروض تكون بتساعدك ان انت تتعلم اكتر، او ان انت ما بتكبرش بالشكل المناسب لقدام الافورت اللي انت بتديه، ساعتها هقول لك سيب الشركه دي. الشركه دي خلاص ان احنا هنا بنقول ان انت جبت السقف بتاعها، ومحتاج ان انت تدور على تحدي جديد في مكان تاني يدي لك opportunity احسن، يدي لك exposure اكبر، ويدي لك learning بشكل متطور عن اللي انت فيه دلوقتي. فواحدة من الحاجات اللي انت لازم تكون دايما حاططها عندك على الخريطة بتاعتك وانت بتحدد الكارير بتاعك وشغال على الكارير بتاعك، هو ان انت تبقى عارف الخط الفيصل ما بين ان انا النهاردة الشركة دي انا محتاجة ان انا اكمل فيها عشان لسه بتعلم ولسه بجوت exposed على حاجات اهم واكبر، او ان ده الوقت ان انا خلاص الشركة دي مش هتعلم فيها حاجة جديدة، وبناء عليه هبدأ ان انا ادور على opportunity او تحدي جديد ان انا اروح عليه.